السؤال 13: وصلني مبلغ في حسابي المصرفي بعملية تحويل خاطئة، وتواصلت مع المصرف لأجل معرفة الشخص المحول، لكن المصرف رفض الكشف عن هوية الشخص، فأضفت مبلغا من عندي على المبلغ المحول واشتريت به أرضا بقصد الادخار حتى لا أنفقه لحين معرفة صاحب المبلغ، ثم أبيع الأرض عند معرفته، فهل فعلي صحيح؟ وكم يلزمني الانتظار؟ وإن لم أستطع الوصول إليه فكيف أتصرف به؟ هنا يلزمك أن تنفق هذا المال لأصحابه إن عرفتهم، وإن لم تعرفهم فلتنفقه في فقراء المسلمين. ما المدة الزمنية التي يلزمك أن تنتظر؟ الظاهر والعلم عند الله أنه ليس هنالك حد محدود، وإنما المراد أن تصل مع البحث والتحري أن تصل إلى مرحلة اليأس أو مقاربة اليأس من أن تجد صاحبه. إن بلغت هذه المرحلة وغلب على ظنك أنك لن تجد صاحبه لأنك أعلنت وأخبرت وعرفت ولكن لم يظهر له أحد، ففي هذا الحال هنا تنفقه في فقراء المسلمين، والله تعالى أعلم. أما تصرفك الذي تصرفته فعسى أن لا يكون عليك حرج، لأن الأموال لا تتعين بالتعيين، فأنت يجب عليك في ذمتك هذا المبلغ، ولا يلزمك في مثل هذا الحال أن تأخذه إلى شيء آخر أو أن لا تدخله في هذه الأموال. نعم، لا أحب لك أن تدخله في هذه الأموال ومع ذلك لا تأثم بالتصرف لأجل أن تنفقه في صاحبه مباشرة حينما تجده، لأنك حينما تجعله في الأرض معلوم أن درجة سيولتها كما يعبر إخواننا الاقتصاديون هي من الدرجة الثالثة، وهذا معناه أن بيعها يستلزم طرقا ومراسم معينة، فقد يتأخر وصاحب الأموال يريد أمواله. لكن هل عليك شيء؟ ليس عليك شيء بإذن الله تعالى، وإن بعتها فالأرباح كلها لك، والله أعلم.